يسعد لي صباحكم ومساكم كل اوقاتكم. كيفكم صبايا؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وانتم عم بتتابعوني. جات لكم اليوم بفيديو كله حماس وكله نشاط وكله حيويه، ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. اذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لي لايك، واذا ما كنتم مشتركين بالقناه يا ريت تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل الاشعارات. اليوم الفيديو تزيين البيت لرمضان، تأخرت شوية عليكم فيه بس النتيجة طلعت بتجنن. حبيت شاركه معكم. صبايا حابة هذا الفيديو يكسر الدنيا، يعني حابة هذا الفيديو يوصل لعدد كبير من اللايكات وكتير من المشاهدات، فبتمنى منكم تعملوا كتير شير لكل اللي بتعرفوهم، وكمان اهم شي تحطوا لي لايك، لانه بتعرفوا كتير لايكات عم بتروح عندي، ما بعرف يعني مثلا انا بوصل عدد من اللايكات بعد شوي بدخل بلاقيهم رايحة، فممكن يكون احتمال انه اول ما بتدخلوا على الفيديو عم تحطوا اللايك فكأنه ما بينحسبوا اليوتيوب. فبتمنى منكم بنص الفيديو هيك وقت انا بقلكم تحطوا، يعني بعد هيك دقيقتين 3، يعني مو فورا، يعني لما انا بقلكم حطوا لايك حطوا لايك قبل لا تحطوا، لانه احتمال يروح اللايك، يعني ما بعرف هيك اليوتيوب عقليته. المهم صبايا، اليوم هلا انا مثل ما شايفين عم بجهز وبرتب. كانوا الاولاد قبل ما يصلوا تقريبا بشي ساعه، لما اجوا انصدموا تفاجئوا انبسطوا كتير انه واو اخيرا اجى رمضان. كتير صاروا عم بيستنوا، كتير صاروا عم بيستنوا تزيين البيت. فانا جهزت بصراحه، بس كتير رجعت هلا مثل ما شايفين هلا اللي شايفينه هلا شوي رح يتغير، لانه انا بعد ما حطيته هيك كم شغله بتعرفوا، يعني بعد هيك اقعد هيك اصفن شوي بقول لا هاي لازم اغير محلها وهي، فغيرت شوي بالليل. كنت كتير فايقه بكير، ما رجعت نمت لانه فبعد ما انه طعمت الاولاد وخلصت رجعت نمت، وبس فقت رجعت طلعت هيك اذا في شي تغييرات غيرتها. وكمان بتعرفوا انه الديكور ما بيبين غير بالليل، لانه رح نطفي الاضوية رح يبين كل شي. فان شاء الله النتيجة لما تشوفوها تعجبكم وتكونوا مبسوطين منها. واذا في اي شيء اي تعديلات اي هيك شيء ما حبيته يا ريت تكتبوا لي كمان تقولوا لي انه هيك غيري هيك بيكون احسن، فباخذ ارائكم ما في مشكله. انا شلت هلا هدول من هون، حبيت هيك اعمل لوك جديد مثل ما قلت لكم، يعني في شغلات تغيرت بالمساء فرح تشوفوها ان شاء الله. وهلا صبايا رح اخذ تعليقاتكم الحلوه مثل ما عودتكم دائما. معي هذا الكومنت من متابعة جديدة اسمها خولة، عم بتقلي كيفك طمنيني عنك. أنا خولة من تركيا، عايشة بتركيا. بقول أنا وكل متابعيني أهلا وسهلا فيكي، نورتي. ومعنا الكومنت الثاني، هذا الكومنت صبايا من متابعة قديمة عندي، من أول ما فتحت قناتي كانت هي الداعم دائما، كانت ولا مرة نزلت فيديو ما بعتت لي كومنت. عن جد يعني أنا بيوم اللي إذا نزلت فيديو وتأخرت عليه بقول وين شهد وين ما بتبعت. فشاهد دائما هيك يعني الكومنتات تبعها بيعطيني دعم، يعني كومنتاتها كتير حلوة وفيها هيك يعني نوع من الحب، عن جد بحسها عن جد بتحبني، وانا كمان كتير بحبها وبحب كل متابعيني، وبقلكن كلياتكم نورتوا يا اهلا وسهلا فيكم. هلا مثل ما شايفين انا هيك يعني احلى شيء احلى فقرات هيك وقت تجهزوا وقت يكون عندكم اعياد وافراح، الله يديمهم يا رب هيك علينا ان شاء الله. الله يعيد رمضان علينا بالخير والصحة والسلامة، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين والمفقودين، وان شاء الله عبال كل سنة وتضلوا هيك بخير، وان شاء الله السنة الجاي بتكونوا محققين كل احلامكم ومراد قلبكم يا رب. انا هدول الشمعات نسيت اجيبهم بصراحة، لما جيت نزلتها قلت ما عندي شمعات، فاخدتهم من اللي كانوا عندي القديمين حطيتهم، وما كان عندي غير 2 وحطيت واحدة صغيرة. وكمان صبايا ايش في عندي كان ديكور قديم كله، انا كان عندي قبل اللون الفضي فانا كله شلته اخدته على المطبخ، ونزلت شفته هون اكتر شيء يعني صاير عندي هون الذهبي، فشلت كل شيء عندي هيك لونه فضي واخدته على المطبخ، وراح اغسلهم وانضفهم واحطهم ببوكس واقيمهم، يعني انه هلا لاشعار اخر. فهون كان جوزي عم يساعدني كمان. هون كتير حبيته انا هذا يعني الستاند تبع المصحف، بس كتير طلع صغير وما لحقت اروح على غير مكان يعني بعيد لحتى اشتري. فان شاء الله بس صار لي هيك ورحت على هذا المكان اللي فيه الستاند اللي شفته مرة، هو بعيد شوي بس اذا رحت ان شاء الله بدي اشتري، لانه كتير هيك حابة اني اجيب ستاند يعني حلو هيك كتير. وهاي الكلمة الرمضانية وهيك كان هون جوزي عم يصورني، وكان هو هيك داعم لإلي، الله يخلي لي اياه يا رب.
سبحان الله الأيام هيك بتمضى بسرعة بسرعة، يعني امبارحة كنا عم نقول ضل شهرين و3 لرمضان، اليوم ضل يومين 3. يعني سبحان الله بكرة بيجي رمضان بنقول إمتى العيد، بيخلص العيد، وهيك الدنيا يعني بتمضى بسرعة بسرعة. سبحان الله، سبحان الدايم، وهيك الله هيك يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله هذا رمضان بيكون غير، بيكون بالأعمال الصالحة، وإن شاء الله بيكون يعني قدر الإمكان بنقدر هيك يعني بنعمل يعني رمضان غير كل سنة بإذن الله بالطاعة والعبادة. فكنت عم بقول لجوزي إنه سبحان الله هيك الله يديم الأفراح، وهيك يعني إنه بنخلص من مناسبة في عنا مناسبة. يعني قلت له هلأ بنخلص من رمضان في عندي بعدها العيد، وبنخلص من العيد في بعدها عندي عيد ميلاد ابني، بخلص من عيد ميلاد ابني عندي ولادتي، بخلص من ولادتي عنا عيد الكبير. فما بعرف ممكن تكون هي قبل العيد الكبير أو بعد. يعني المهم في عندي هيك كتير قصص وشغلات، إن شاء الله فيديوهات رح تكون الجاية كتير كتير حلوة ورح تكون أحلى بإذن الله. وجاي الصيف وجاي الطلعات وهيك، يعني إن شاء الله رح يكونوا الفيديوهات كتير حلوة. انتوا بس تابعوني لحتى يصلكن كل الفيديوهات. إن شاء الله أنا معكم وبهمتكم، إن شاء الله بنكبر. هلأ هون بقى هيك تقريبا بلشنا هلأ، يعني الأجواء هلأ هيك صارت الساعة 4. بعد هلأ هذا المقطع رح تبلش الأجواء المسائية مثل ما قلت لكم، بعد ما أخدت بريك وخلصت. هلأ هون صار المساء. بعد ما فقت هيك من النوم قمت، أول شغلة قلت رح أغير السجادة. ما بعرف إذا قلت لكم أو لا إنه أنا السجادة الجديدة اللي جبتها بصراحة مالي مستخدمتها هلأ، لأنه أولاد وغرفة يعني قاعدة وهيك، يعني ما إنه حرام، يعني إنه اللي عندي مو كتير قديمة. فأنا شو رح أعمل، كل ما بيجيني ضيوف بحطها. يعني قلت له لجوزي رح أترك هلأ السداجة القديمة. عم بيقول لي إنه ما ليش يعني خلص قلت له ما بدي تتوسخ، خلص بس يجيني ضيوف بغيرها. ايه وهون شوفوا هاي الشمعة كتير بتعذبني، ما يعني كبيرة لإلها الشمعدانة، فدايما بتطب. وكمان أحط لها هيك إنه أشر عليها شوية شمع لحتى إنه تلزق، بترجع بتطب. فاحترس ما إيش بدي أعمل، ما لقيت غير إني أحط لها محرمة وأظبطها. ايه هيك يعني المهم يعني مشان توقف ما تضل هيك تتسحول. وهون هلأ بلشت الأجواء الرمضانية. رح أترككن هلأ لحتى هيك تشوفوا وتعطوني رأيكم، وبشوفكن إن شاء الله في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله هيك فيديوهات الجاية أحلى. وبشوفكن على خير، ولا تنسوا تكتبوا لي الكومنتات إذا حبيتوا الفيديو ولا لا. يلا سلام. رمضان